مساء الخير. للأسف أخبار مؤسفة حصلت في الأيام اللي فاتت في كندا وفي الشهور الأخيرة. ما بقيناش عارفين كندا رايحة بينا على فين للأسف. هي أخبار مؤسفة، فأنا يعني اختصرتها في 3 عناوين. أول حاجة إن كندا بقت خرابة. تاني حاجة مستعمرة هندية على الأراضي الكندية. إيه اللي بيحصل فيها كندا؟ أنا ممدوح مصري عايش في كندا من 15 سنة. بشتغل مستشار مالي وتأمين في أكبر شركة تأمين هنا. بعمل فيديوهات عشان أساعد الناس وأعرفهم إيه اللي بيحصل في البلد. خليكم معايا ويلا نبتدي على طول. أول خبر إن في بريتش كولومبيا، المقاطعة اللي جنب الناحية الشمال خالص، 2 بيجروا ورا واحد بالعربية عايزين يسرقوه، فالراجل بيجري بسرعة على بيته ويخش الدرايف واي بتاعه ويخش البيت وهم بيجروا وراه، فيطلع مدفع ار بي جي ويقف بيضربهم بيه. فطبعا يخافوا ويجروا. متخيلين لما يعني ايه حد عنده مدفع ار بي جي هنا في كندا؟ دي خرابه. المنظر التاني محل مجوهرات في عز الظهر، يخشوا عليه ناس ملثمين يمكن تقريبا 8 تنفار، يخشوا يكسروا المحل الازاز في عز الظهر ويخشوا يسرقوا المحل ويطلعوا، ومحدش عارف يعمل لهم حاجه. وطبعا واحده اللي مصوره الفيديو بتتصل بالبوليس، حد يعني بيتصل بالبوليس، وطبعا البوليس لا حياه لمن تنادي. الحته البلد دي اللي حصل فيها الحادثه دي هي برامتون. يحصل حاجه ثالثه كمان في برامتون في نفس البلد، ان الهندوس يعملوا قطع طريق لأول مرة نشوفه في كندا، يقطعوا الطريق على الناس ويكسروا عربيات. ليه؟ لأن هما مش واخدين حقهم كويس زي السيخ. وهنقول طبعا ايه الأسباب اللي خلت الموضوع ده يحصل كده، وفي الآخر ايه الحلول برضو اللي نعملها. نفس البلد اللي هي برامتون يحصل فيها خناقة دموية ما بين الهندوس والسيخ الهنود، ويحصل فيها نفس المشكلة. حادثة رهيبة تحصل في برامتون، السواقة هناك صعبة جدا. البلد برامتون دي بقت ملك للهنود، عشان كده أنا قلت مستعمرة هندية على الأراضي الكندية. تالت حاجة، بيوت بتتسرق بالهبل. واحد في كيبك عايش في كيبك، المفروض ان كيبك يعني اكثر هدوءا في المواضيع دي، وانما يسافر يتفسح هو ومراته، يخش حرامي يكسر الازاز اللي من ورا ويخش والالارم يضرب وما يهموش ويدخل ويكمل، ويجي الشخص الاخر اللي هو مسؤول بعده بعد صاحب البيت يكلموا الالارم ويجي البوليس ويقول له خش اقبض على الحرامي، فالبوليس يقول له سيبه هو هيطلع لوحده. انتوا متخيلين؟ 3 بيوت في منطقة برضه في كيبك، منطقة كويسة وراقية، المفروض إن ما فيهاش يبقى سرقة خالص، وإنما 3 بيوت يتسرقوا في نفس التوقيت بنفس الطريقة، والكاميرات تصور الحرامي، والبوليس لا حياة لمن تنادي ولا فارق معاه حاجة خالص. محل في مول في ميسيساجا يتسرق في عز الناس ما موجودة، وكل المول مليان ناس، ويخشوا عليه 5 يسرقوه ويجروا ويهربوا، والبوليس برضو مش هنا. البوليس جابهم بعد كده، وإنما فين الأمان في الموضوع ده؟ مش عارف. العربيات اللي بتتسرق في كل حتة في كندا، الكونتينرات اللي بتطلع من كيبك من مونتريال مليانة عربيات. هي بتطلع ازاي؟ هو البوليس مش عارف؟ طب هو المينا بيطلعها ازاي؟ هو المينا مش عارف ان العربيات دي مسروقة؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هي كندا بقت خرابة، رايحة بينا فين؟ مش عارف. تعالوا نشوف ايه الاسباب وايه اللي بيحصل الكلام ده، وليه البوليس بيعمل كده كمان، لان طبعا هتسمعوا دلوقتي حاجات غريبة جدا من مصدر موثوق منه. المستعمرة الهندية على الأراضي الكندية. ليه؟ لأن طبعا البلد دي اسمها برامتون. لما جه رئيس الوزراء عايز يكسب الانتخابات في الانتخابات اللي فاتت، فوقف معاه رئيس حزب الان دي بي اللي هو جانيت سينج، وهو من اصول هنديه من السيخ. وقف معاه وساعده فكسب الانتخابات او شكل الحكومه يعني. فكانت مكافاه ليه ان هو يعمل اللي هو عايزه جانيت، فدخل كميه هنود زي ما هو عايز باي طريقه، سواء كانت شرعيه غير شرعيه، عقد عمل، طلبه وات ايفر. بس لقينا كميه هنود في السنين اللي فاتت داخله بطريقه هايله، طريقه جامده جدا. الهنود بالمناسبه هم ناس كويسين جدا جدا جدا، وانا بحترمهم لان هم ناس بيحبوا الشغل وعندهم عقلهم كويس جدا. يعني التكنولوجي، الهنود في التكنولوجي وفي الكمبيوتر متفوقين جدا، وانما العدد كان فعلا ملاحظ.
فانا مثلا كنت اخش عندنا هنا في مونتريال، اخش تيم هورتن الاقي كل اللي بيشتروا فيه هنود. انما لما رحت البلد اللي اسمها برامتون دي ودخلت، فوجئت ان الفندق اللي انا نزلت فيه كله هنود. قلت يمكن ده عادي. رحت والمارت، والمارت بحجمه ده كله لقيت كل اللي بيشتغل فيه هنود، ما عندهمش غير المدير بس هو من اهل البلد، وكل اللي بيشتروا معايا كانوا هنود. انا يمكن الوحيد اللي كان شكلي غريب، باقي كله هنود. فعرفت ان دي مستعمره، الهنود خدوا البلد دي، هي اسمها برامتون، موجوده بعد مساجا او فوق شويه عن مساجا. تمام. الهنود بقى ايه المشكله؟ الهنود فيهم الهندوس والسيخ، وهم دول اكبر اتنين، فيهم طبعا اسلام ومسيحيه، فيهم كل حاجه، بس الاتنين دول هم ضد بعض. والهندوس عددهم اكبر. فوجئوا ان السيخ هنا بياخدوا مزايا اعلى بسبب ان جانيت سينج ده اللي هو رئيس حزب الان دي بي هو اساسا من السيخ. فعشان كده حصلت المشاده ما بينهم والخناقه الدمويه ما بينهم. وبعد كده عملوا مظاهره تاني عشان هم مش بياخدوا حقوقهم، اللي هو قطع الطريق. فده اللي حصل في المستعمره الهنديه. طيب، الراجل اللي معاه سلاح ار بي جي ده، طبعا لان بيع الاسلحه دلوقتي اتفتح بقى زي الماريجوانا وزي كل حاجه، فسهل ان اي حد يشتري اي حاجه ويخليها عنده. بس دي طبعا حاجه ما بتقولش ان ده احنا رايحين كويس، يعني في طريق كويس. لما البلد تبقى مليانه اسلحه والناس تستخدم هذه الاسلحه. نسيت اقول لكم ان في لافال في واحد اتقتل برضه بسلاح في عز النهار بسبب اللافال عندنا في كيباك. إذا موضوع الأسلحة ده برضو موضوع خطير، والناس مكمل، تريدو مكمل فيه عادي جدا، مفيش أي مشكلة خالص. تالت حاجة، موضوع سرقة البيوت وسرقة المحلات والحاجات اللي بتحصل دي كلها، ده أساسها نمرة واحد إن الاقتصاد طبعا خربان. كل ما الاقتصاد خربان، أنا قلت قبل كده الموضوع ده وبكرره، كل ما الاقتصاد هيكون خربان هيحصل إيه؟ لازم الناس تتجه للسرقه. هيعملوا ايه؟ ما هو عايزين ياكلوا ويشربوا. المشكله التانيه ان بسبب الاقتصاد الخربان ده، يبقى في ناس كتيره جدا في الايام اللي فاتت سابت شغلها، مشوها، لان الشركات بتقفل، لان هم شايفين الاقتصاد كندا مش كويس. الكارثه الاكبر ان مع مكسب ترامب في امريكا، ده هيبهدل كندا بطريقه فظيعه جدا، لان الناس هتبتدي تتجه في استثماراتها، لان هو راجل اقتصادي، فيروحوا امريكا عشان يكسبوا اكتر، ودي هتبقى كارثه اكبر لينا، لان يعني شركات كتير هتمشي وهتروح امريكا. طبعا هنا للاسف الحكومه ولا بتشجع الاستثمار، ولا بتشجع الشركات انها تقعد، ولا بتشجع اي حاجه خالص، وعماله تفرض عليهم ضرائب، فالنتيجه ان هم بيهربوا. فما بالك بقى لما يجي لهم ترامب كمان يقول لهم تعالوا وانا هكسبكم زياده، هيروحوا، ما حدش هيقعد. دي مشكله تانيه. يبقى الاقتصاد خربان، ناس مطروده من شغلها، هوملس. الهوملس دول اللي هم مالهمش بيوت، اللي هم بسبب برضو ان هم سابوا شغلهم او مش عارفين يجيبوا فلوس عشان يدفعوا المورجج بتاعهم، البنك بياخد البيت وبيرموهم في الشارع. فتعال اتفرج على كميات الهوملس اللي موجوده في اوتوا وهي العاصمه. كميه هوملس رهيبه هناك. تورونتو وهي عاصمه اونتاريو، كميات رهيبه هناك من الهوملس في كل حته موجوده. فحتى عندنا هنا في مونتريال ما كناش بنشوف الاعداد دي، بقت اعداد رهيبه. وده كل ده بسبب برضو الاقتصاد الخربان. الرابع حاجة وهي أهم حاجة في الموضوع، إن في ناس ممكن يحصل لها مشاكل زي كده بس ما تتجهش للسرقة، لأن عندهم أخلاق وعندهم تدين. بسبب اللي بتعمله الحكومة دلوقتي، إن مفيش أخلاقيات نهائيا، وفتح الباب كده على مصراعيه للا دين ولا أخلاق، ومثليين وماريجوانا، واعمل اللي أنت عايزه وبلطج زي ما أنت عايز. فالناس بقى بيعملوا اللي هم عايزينه. عشان كده بقول لكم كندا بقت خرابة للأسف. فكندا محتاجة كتير نرجع تاني لموضوع التدين وللأخلاق اللي كان موجود وقت ما احنا كنا موجودين. لدرجة ان انا في مرة واحدة ما تعرفش ربنا، يعني بتقول ان انا مش كرويانت، يعني مش مؤمنة، وجت في يوم ساعدتني، فبتقول لي اصل انا عندي لازم اعمل في اليوم حاجة كويسة. طب وهي جابت الكلام ده منين؟ طبعا من الدين اللي قبل كده اللي هي كان عندهم موجود، ان هم بيدي ايثكس، بيدي اخلاق. فدي كارثة. خامس حاجة ان مفيش بوليس، ودي كارثه كبرى بقى. تخيلوا البوليس النهارده بيعمل ايه؟ البوليس اللي شاف الحرامي بيسرق البيت وقال لهم سيبوه هو هيمشي لوحده، ما رضاش يقبض عليه. اكتشفنا الاتي: في نوعين من الضباط، في نوع كسلان وفي نوع خايف. انتوا متخيلين؟ ضابط بوليس خايف. خايف من ايه يا حبيبي؟ اصل انا عندي عيله، اصل انا عندي ولاد، فممكن الحرامي ده يبقى مع مسدس يضربني، ممكن معاه يبقى سكينه يضربني، فلو انا مت عيالي هيتربوا ازاي؟ فهو خايف. عندك تامين، روح قول للتامين. طيب الضابط الكسلان
اتضح ان هم بيطلبوا منهم ريبورتات، كل خطوه بياخدوها الضابط ده لازم يعمل ريبورت يكتبه بعد كده. فلو كتب ريبورت وطلع فيه غلطه بيجي له جزء، يعني بيتجازى. فالظابط يقول لك ايه يا عم كبر دماغك، انا لسه هقعد اكتب ريبورتات وبعدين ممكن يطلع ريبورت فيه حاجه غلط فاتجازى. طب وعلى ايه؟ سيب الحرامي يمشي، وبعد كده ايه المشكله؟ عندكم تامين. ونسيوا حاجه مهمه جدا، الحرامي اللي بيسرق الحاجه دي، الحاجات دي فيها ممكن تبقى ذكرياتنا، ممكن تبقى فيها حاجات مهمه جدا بالنسبه لنا. يعني مش عايز اقول مثلا ايه، يكون الراجل مثلا جاب هديه لمراته وهي فرحانه بيها، مامتها توفت وجايبه لها هديه، الحاجات دي بيبقى ليها ذكرى جامده جدا والحاجات دي بتتسرق. طبعا كمان القوانين الجديده ان الحرامي ممكن يعني يطلع بكفاله وما يقعدش في السجون، لان السجون مليانه وما فيهاش اماكن، والسجون دي للاسف بياخدوا من ضرايبنا احنا، والمساجين بيعملوا اللي هم عايزينه هناك وعايشين حاله لوكسري، يعني اللي عايز يخش يتفسح جوه ممكن يقعد. لدرجة إن في وسط القوانين عرفت إن ممكن الحرامي لو هو مش في سرقة أو قتل أو حاجات زي كده، في أي قضية تانية مثلا، وعنده عيلة مثلا وعنده شغل، ممكن يسيبوه يقعد حياته كده ويجي يقضي العقوبة بتاعته سبت وحد بس في السجن. أنتوا متخيلين؟ سبت وحد في السجن فسحة، يعني هو رايح يتفسح الويك إند في السجن، قاعد مبسوط بياكل بيشرب بينام ويتفرج على التلفزيون، هم يومين هيقضيهم لغاية ما يقضي العقوبة بتاعته شهرين 3 شهور ويخلص. طبعا في مساجين تانية بيعملوا حاجة ظريفة قوي عرفتها، الأحكام في المقاطعات التانية أعلى بكتير من الأحكام في كيبك، فبيسيبوا المقاطعات التانية ويجوا يسرقوا في كيبك أو يعملوا أي جريمة في كيبك، لأن كيبك أحكامها ناس حنينة، يعني القضاة حنينين، الحكم اللي هناك 10 شهور هنا مثلا ممكن يبقى 6 شهور، فيقول لك أنا حتى لو خدت حكم هيبقى أقل في كيبك واخده. طبعا حاجات غريبة جدا بنسمعها ما كناش بنسمعها قبل كده للأسف، بس ده الواقع اللي احنا فيه. وايه اللي بيحصل يا كندا دلوقتي احنا مش عارفين ورايحين فين. طب نتصرف ازاي ونعمل ازاي لغاية ربنا ما يزيل الغمة ويجي لنا حد كده قوي يمنع الحاجات دي ويرجع الأخلاق ويرجع التدين ويمنع الجريمة ويمنع الأسلحة ويمنع الماريجوانا ويمنع كل حاجة لا أخلاقية، ويبقى يخلي الاقتصاد أعلى شوية فالناس ترتاح والناس تعرف تعيش ويبقى فيه أكل، بدل ما الناس عمالة تشحت من بنك الطعام بتاع 2 مليون واحد كندي دلوقتي بيقف على باب بنك الطعام يشحتوا أكل. طبعا لغاية ما يحصل الكلام ده حاولوا تعملوا الآتي. نمرة واحد، البيوت بتاعتكم لو سمحت لو انت خارج، حتى لو خارج وكلكم مش موجودين في البيت، سيب نور في البيت، افتح تلفزيون، افتح راديو، خلي فيه صوت، لان الحرامي لما بيلاقي ان في حد جوه عادة ما بيخشش. لو انت مسافر وقت طويل حاول انك انت لو عندك حد قرايبك او معارفك يجي يطل على البيت كل شويه يفتح الانوار يقعد يحط عربيه، طبعا ما تشيلش العربيات من قدام البيت وتسيب قدام البيت فاضي. لو انت مسافر وقت برضه سيب عربيه او اتنين عشان يعرف ان في حد موجود، مع النور اللي جوه مع اي حاجه شغاله الحرامي هيخاف قوي الاول ان هو يخش يقول لك ده في حد جوه، مفيش داعي، هو عايز البيت فاضي. نمره اتنين، لو سمحتوا لما تشيلوا حاجتكم وخصوصا الذهب بتاع الستات، يعني اكتر من سرقه حصلت الستات بيساعدوا الحراميه كتير جدا بصراحه، يعني المفروض الحراميه يشكروهم على قمه النظام. يعني واحده ست مره البيت اتسرق بتاعها عامله تري كده وحاطه السلاسل لوحدها والخواتم لوحدها، تقول لي طب ما هو ده حقها. اه طبعا في الوضع اللي احنا فيه مش حقها، ما تنفعش تعمل كده. لو سمحتوا ما تحاولوش تسيبوا حاجه سهله كده للحرامي ان هو يلاقيها، يفتح الدرج يلاقي قدامه كل الذهب ياخده ويمشي. حاولوا اولا تخبوا الذهب، لا اما تحطوه في البنك او لو انتوا عايزين تستخدموه ممكن تستخدموه بان انتوا تشيلوه في اماكن مخفيه شويه، حاجه فيها مفتاح، تنزلوه في البيزمنت، درج مكتب، مش في التسريحه والدرج مفتوح وسهل جدا ان هو الحرامي يلاقي كل حاجه متنظمه. اعملي اوضه واقفلي المفتاح عليها، اعملوا اي حاجه بحيث ان الحرامي ما يبقاش سهل عليه ان هو يلاقي الحاجه. دي نمره واحد. كمبيوترز والموبايلز، لو انت عندك اي حاجه كمبيوتر تستخدمها وكلام من ده، مش لازم الكمبيوتر يبقى قدام الحرامي سهل ان هو يشيله، حاول دايما لما تخلص شغلك على الكمبيوتر او انت مسافر الحاجات دي كلها تستخبى لو سمحت عشان ما يحصلش حاجه. نمره ثلاثة، الالارم سيستم، مش هقول لكم اعملوا الارم سيستم لان هو وحتى والالارم موجود البيت اتسرق، فما تعملوش الارم سيستم، بس حاولوا، ما اعرفش اذا كان ينفع ولا لا. في مصر كنا بنعمل ابواب حديد على البيبان، هل بقى نيجي من ورا كده ونعمل باب حديد؟ لسه ما اخترعوهاش هنا، بس يمكن ده يكون انا ليا براءة الاختراع ان انا
لو حد عايز يشتغل فيها ويعمل باب حديد من ورا او باب سلك عشان ما الحرامي ما يعرفش يكسر الازاز ويدخل، ده حل تاني. زي اخر حاجه مثلا اقعدوا صلوا بقى ان انتوا ما تتسرقوش، يعني هتعملوا ايه؟ اقعدوا صلوا. بالنسبه للمحلات، لو انت عندك حضرتك محلك وخايف ان هو يتسرق، ما تسيبش فيه فلوس كاش دايما كده. يعني اعرف مثلا في البنزينه دايما بيشيلوا فلوس الكتير ويسيبوا يا دوبك شويه فكه في الدرج، انما الباقي كله بيتشال في خزنه بتتقفل بمفتاح او واحد بياخدها وبيمشي، انما ما بتسيبش فلوس في المحل. لو انت محل دهب حضرتك حاول ما تجيبش الدهب معاك، يعني سيب دهبك في بيتك عشان ما تتسرقش، واشتغل بالاونلاين، اشتغل بطريقه تانية بانك انت يبقى معاك صور للحاجه لما الراجل يبقى عايزها فعلا تجيبها له مخصوص واتيفر، يعني لان ما فيش حل، لان هو بيخشوا يلموا كل حاجه ويطلعوا. بالنسبه للعربيات طبعا، ودي الكارثه الكبرى، ان العربيات هنا بتتسرق بطريقه بشعه جدا، ما بقاش نافع معاهم حاجه لو حاطط تاج او اي سكيورتي سيستم بقوا يقطعوا السلك وبياخدوا العربيه عشان ما يبقاش في تتبع. ومع التتبع في واحد مره راح للبوليس قال له ادي العربيه بتاعتي موجوده هنا، قال له روح بلغ التامين. فحتى الدراع اللي كنا بقول عليه حطه بقوا يقصوا الدراع وياخدوا العربيه. فحاول تركن العربيه جوه جراج، لو انت رايح شغلك وفي جراج في الشغل حاول تخش الجراج، لو ما تحاولش تركنها في الشارع على قد ما تقدر. حاول ما تشتريش عربيه من الاول يكون بتتسرق كتير، وده فيديو تاني هعمله لكم ايه افضل عربيه ان احنا ممكن نشتريها في كندا. ربنا يستر على الايام اللي جايه لغايه ما الغمه تتزاح ان شاء الله. اتمنى لكم كل خير. اي حد محتاج اي استفسار انا تحت امركم في اي وقت. ميرسي.